السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة تانية في فيديو جديد، وهنتكلم النهاردة في واحدة من أهم مراحل شغلك في الإعلانات الممولة، وهي إنشاء مدير أعمال حسابات إعلانية. النهاردة هنبدأ نأسس شغلنا صح من البداية. الموضوع ده مهم جدا، لأن من غيره مش هتعرف تدير شغل إعلاني باحتراف، مش هتقدر تربط أكتر من صفحة، ومش هتعرف تضيف فريق معاك عشان يساعدك، والإعلانات ممكن تتقفل معاك في لحظة، لأن طبعا مفيش حماية كفاية. لكن مع مدير الأعمال اللي احنا هننشئه هتبقى شغال من لوحة تحكم احترافية، وهتقدر تدير أكتر من حساب وصفحة، وتبني البيزنس بتاعك بأسلوب منظم وآمن جدا. فركز معايا خطوة بخطوة. بعد ما فتحنا صفحة الفيسبوك بتاعتنا، احنا بندخل على الميتا بيزنس سويت عشان ننشئ حساب او مدير اعمال حسابات اعلانيه او حافظه اعمال. بنضغط على السهم اللي فوق، هنلاقي طبعا احنا بالفعل هنا في اتنين مدير اعمال احنا انشأناهم قبل كده، طه سيد وطه النوبي. فاحنا بنضغط هنا على انشاء حافظه اعمال جديده، وبنكتب هنا اسم الحافظه بتاعتي، وليكن مثلا طه ديجيتال. وبنكتب هنا الاسم الأول، وهنا اسم العائلة أو الاسم الثاني، وهنا بنكتب له البريد الإلكتروني بتاع النشاط التجاري بتاعي. وبضغط على إنشاء. ودلوقتي هينشئ لي حافظة أعمال جديدة باسم طه ديجيتال، أو مدير أعمال حسابات إعلانية جديد. تمام. لو جيت دخلت هنا على السهم دي، هلاقي اهو حافظة الاعمال الجديدة او مدير الاعمال طه ديجيتال تم انشاؤه. فبضغط على علامة الضبط دي اللي هي اعدادات مدير الاعمال، واقدر اجيبها طبعا من خلال مدير الاعلانات برضو. طيب، ده الشكل بتاع مدير الاعمال الحسابات الاعلانية او حافظة الاعمال بتاعتي اللي هي طه ديجيتال. انا اقدر استفيد بيها في ايه، او اقدر اعمل فيها ايه؟ طبعا مهمة جدا وفيها ادوات كتير. فاول حاجة عن طريق الحسابات الإعلانية، هنا أقدر أضيف حساب إعلاني جديد. لو ضغطت هنا على إضافة، بيقول لي إنشاء حساب إعلاني جديد ولا إضافة حساب إعلاني حالي. يعني ممكن لو في عندي حساب إعلاني تابع لحافظة أعمال تانية، أقدر أضيفه هنا، او انشاء حساب اعلاني جديد. طبعا احنا قلنا قبل كده ان الحسابات الاعلانيه دول نوعين: في حساب اعلاني شخصي اللي هو بيبقى مع الاكونت الشخصي بتاعك، بيبقى موجود اول ما تفتح حساب على الفيسبوك، تقدر تدخل على مدير الاعلانات وتلاقيه موجود. والحساب الاعلاني الثاني اللي هو بيبقى داخل مدير الاعمال بتاعك اللي انت انشاته، اللي احنا هنعمله دلوقتي وهننشئه دلوقتي. واحنا قلنا قبل كده ان الحساب الاعلاني اللي بيبقى داخل مدير الاعمال بيبقى احترافي اكتر واكتر واكثر امانا طبعا. فهنضغط على انشاء حساب اعلاني، وبنسمي هنا مثلا الحساب الاعلاني الجديد وليكن مثلا طه تو. وبنختار هنا المنطقة الزمنية كايرو. والعملة طبعا مش هتفرق إذا كانت الجنيه أو الدولار أو أيا كان، لأن هو كده كده الفيسبوك هيحاسبني بالدولار. هنا بيقول لي الحساب الإعلاني ده أنت هتستخدمه في نشاطك أنت التجاري ولا نشاط تجاري لعميل آخر. ودي طبعا من أهم المميزات بتاعة مدير الأعمال، إن أنت بتنشئ حسابات أكتر من حساب إعلاني، بحيث إن أنت لو أنت شغال ميديا باير تقدر تخصص كل حساب إعلاني لعميل معين أو لخدمة معينة أو لمنتج معين، وده طبعا يفضل. بنضغط على التالي، وبضغط على الموافقة على الشروط، وبضغط على إنشاء حساب إعلاني جديد. وبكده خلاص هو أنشأ لي حساب إعلاني. هنا بيقول لي هل تريد إضافة معلومات الدفع؟ الحساب الإعلاني أهو طه 2. طيب، أنا كده يبقى أول حاجة عرفت إزاي أنشئ حساب إعلاني من مدير أعمال الحسابات الإعلانية اللي أنا أنشأته.
اقدر اضيف صفحة لمدير الاعمال من خلال الصفحات. هنا برضو بضغط هنا على اضافة، وممكن اضيف صفحة جديدة، صفحة موجودة على اكونت الفيسبوك بتاعي، وممكن اوصل او اطلب طلب وصول مشترك لصفحة فيسبوك تكون مثلا في حافظة اعمال تانية، وممكن انشئ صفحة جديدة في الفيسبوك واضيفها على طول لمدير الاعمال. لو انا ضغطت على اضافة صفحة فيسبوك موجودة، هتكتب له هنا اسم الصفحة بتاعتك وليكن طه ديجيتال ماركتير، بيقول لي هتربطها هي والانستجرام، او هي وحساب الانستجرام المربوط بالصفحة. طبعا هضغط على التالي واكمل لحد ما يربط لي الصفحة بتاعتي في مدير الاعمال بتاعي. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نضيف حساب اعلاني جديد وازاي نضيف صفحة. في حاجة هنا اسمها حسابات انستجرام. لو انا عايز اربط او اضيف لمدير الاعمال بتاعي حساب انستجرام، عن طريق ان انا بضغط على اضافة وبسجل الدخول لحساب الانستجرام بتاعي، وهو هيدخل على طول في مدير الاعمال. برضو اقدر اضيف او اربط حساب واتساب بمدير الاعمال بتاعي عن طريق حسابات واتساب. من هنا بحط رقم الواتساب بتاعي واختار الدولة، وهيجي لي كود بدخله هنا ويربط لي على طول الواتساب في مدير الاعمال بتاعي. هنا برضو فوق، لو طلعنا فوق عند المستخدمون هنلاقي حاجة اسمها الاشخاص. يعني ايه الاشخاص؟ الاشخاص يعني انا بضيف حد تاني او مسؤول تاني يكون مسؤول معايا في مدير الاعمال ده، او يدير معايا مدير الاعمال. فبضغط هنا على دعوة اشخاص، وبحط البريد الالكتروني الخاص بالشخص اللي انا عايز اضيفه، او الخاص باكونت الشخص اللي انا عايز اضيفه معايا هنا في مدير الاعمال. وبضغط على التالي وبديله تحكم من هنا، وبيقول لي انت عايز الشخص ده ايه الاصول اللي هو هيشاركك فيها. طبعا انا ما عنديش حاجة في مدير الاعمال ده غير حساب اعلاني واحد اللي هو طه 2، ولو عندي صفحة برضه هتظهر لي هنا. فهو بيقول لك انت عايزه يشاركك في ايه، فانا هقول له مثلا يشاركني في الحساب الاعلاني اللي هو طه 2، واضغط له على ادارة الحسابات الاعلانية، واضغط على التالي وارسال دعوة. اول ما اضغط على ارسال دعوة هتروح دعوة على طول على البريد الالكتروني الخاص بالشخص ده. طبعا لو فتحت البريد الالكتروني ده هلاقي ان في دعوة، لو قبلتها دخلت قبلتها طبعا هو هيبقى معايا موجود هنا مع طه سيد. فلو ضغطت على الثلاث نقط دول انا اقدر اعيد ارسال الدعوة تاني، واقدر الغي الدعوة لو انا عايز. دي بالنسبة للاشخاص. في حاجة تاني هنا اسمها الشركاء. يعني ايه الشركاء؟ لو انا ضغطت اضافة وكملت اقدر اضيف مدير اعمال تاني معايا في مدير الاعمال اللي هو طه ديجيتال. دي ليها اهداف كتير، او تقدر تفيد في حاجات كتير. من اهمها ان ممكن الشريك بتاعي او صاحب مدير الاعمال التاني اللي انا هضيفه هنا يقدر يستفيد بالبيكسل اللي انا رابطه بمدير الاعمال بتاعي ده. يعني ايه بيكسل؟ البيكسل ده بيبقى كود على الفيسبوك انا بربطه بالموقع بتاعي عشان يتبع لي الناس اللي هتيجي من الاعلان اللي عامله على الفيسبوك وتدخل الموقع بتاعي، بيعمل حركة تتبع ليها للناس دي. فاللي هيبقى شريك معايا في مدير الاعمال يقدر يستخدم البيكسل بتاعي اللي انا ضايفه في مدير الاعمال بتاعي. وطبعا البيكسل ده هنشرحه بالتفصيل بعدين. وحاجة أخيرة برضو هنا، ممكن عن طريق الفوترة وعمليات الدفع بضيف طريقة دفع لحساب مدير أو لمدير أعمال الحسابات الإعلانية بتاعي. بعد ما أضغط على الفوترة وعمليات الدفع بضغط على إضافة طريقة دفع. وإحنا طبعا اتعلمنا قبل كده في فيديو سابق إزاي نضيف طريقة الدفع بتاعتنا هي واحد، سواء كانت للحساب الإعلاني الشخصي أو لمدير أعمال حسابات فيسبوك. وبكده يبقى احنا عرفنا في الفيديو ده ازاي ننشئ مدير أعمال حسابات إعلانية على فيسبوك، وازاي ننشئ
نضيف صفحات للمدير الأعمال، وإزاي ننشئ حساب إعلاني جديد، وإزاي نربطه بحساب انستجرام، وإزاي نربطه بحساب واتساب، وإزاي نضيف شخص معانا في مدير الأعمال، وإزاي نضيف شريك يعني مدير أعمال حسابات إعلانية تاني معايا. وبكده يبقى خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. ولو انت استفدت من الفيديو اضغط لايك واعمل اشتراك، وانتظرونا في الفيديوهات الجاية، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات أول بأول. تابعني كمان على كل منصاتي، هقدم لك شروحات مبسطة في التسويق الرقمي والإعلانات الممولة والعمل الحر، وكل يوم هتلاقي محتوى جديد هيساعدك تبدأ وتشتغل أونلاين وتروج لمنتجاتك أو خدماتك بخطوات بسيطة.